اقوى عمود تقدر تبني عليه البراند هو البراند ستوري. البراند ستوري لو انت طلعتها في بداية البيزنس، انت ببساطة جدا عرفت نقاط القوة اللي هتبني عليها البيزنس، اللي هتبني عليها المنتج اللي انت بتقدمه، الماركتينج اللي انت بتقدمه، السيلز اللي انت بتقدمه. لانك ببساطة جدا لو قدرت تعرف البراند ستوري الخاصة بالبيزنس واللي هي اصلا مرتبطة بيك ومرتبطة بيك كاونر ومرتبطة بيك كانتربرينور، هتقدر ببساطة تطلع نقاط القوة اللي هتفضل في البيزنس وهتقومه طول الوقت. محتاج تعرف نقاط القوة اللي انت هتشتغل عليها، اللي هتظهر في الماركتينج وانت بتقدم كل الدعاية اللي انت بتقدمها للعميل، وانت بتقدم له الفيدباك بتاع الكاستمرز، وهتظهر في السيلز وانت بتبيع. لانك ببساطة هتوري ازاي المنتج والخدمة دي قوية، وايه نقاط القوة اللي فيها، وايه المميز اللي فيها، وهي ليه مناسبة للكاستمر. وهتبقى حقيقي وانت بتقدم كل البراند وكل البيزنس. بداية البراند الصح اللي يكمل سنين وسنين البراند ستوري. البراند ستوري خطوة مهمة جدا محتاج ان انت تبدأ بيها، هتفرق معاك جدا في البيزنس وهتخليك قادر ان انت تكمل ويحصل جروث، وما تقعدش تشك دايما انا ماشي في البراند صح ولا لا، انا ماشي في البيزنس صح ولا لا، انا ماشي في خطواتي وفي الجروث صح ولا لا.